على موجات الشباب والرياضة. شير لكلمات جميلة وآراء جريئة وأفكار جديدة. شير مع الأباصيل. الصيف والحر الشديد بيحتاج مننا نظام غذائي خاص. دكتور سعيد متولي خبير واستشاري التغذية العامة والصحة هيشاركنا بنصائح مهمة علشان نقدر نحافظ على صحتنا وحيويتنا عن طريق التغذية مع موجة الحر الشديد اللي بنعيشها. الحقيقة صيف ساخن جدا، حرارة غير مسبوقة على الإطلاق بتمر بيها الكرة الأرضية خلال الفترة الحالية، وواضح إنها مستمرة الفترة معانا. كل ده يشعرنا بالحرارة الزيادة، عرق زيادة، قلة النوم بالليل، وبالتالي قلة كفاءة الأجهزة الداخلية لينا في عملية الحرق اللي بناكله، وكمان معدل شهية الأكل لينا بتقل خلال الفترة دي، وتناولنا للسوائل بيبقى عليها طلب كتير جدا، وده بيقلل كمان استفادتنا من الأغذية اللي الجسم بيحتاج منها عناصر كتير جدا، أهمها البروتينات. يعني هل نقلل شرب السوائل والمية علشان نقدر ناكل أكتر؟ طب لو احنا اهملنا في شرب المية واكلنا، لا، هتبقى غير قادر على الاقلمة الكبيرة للجسم في استعادة نشاطه من خلال عدم توفر المية، واحنا عارفين بعض اوزاننا بينزل من فقد السوائل الكتير خلال فترة الحرارة العالية دي. وكمان الاملاح المعدنية اللي بتخرج مع المية خلال عملية العرق برضو لها بعض الآثار والأعراض الجانبية اللي لابد ان احنا نهتم بتوفير المية وأملاح معدنية خلال أكلنا بصفة مستمرة للحفاظ على كفاءة أعضائنا الداخلية. الحقيقة كمان هنقول ان البروتين له أهمية كبيرة جدا في أكلنا خلال الفترة دي، مش لأن البروتين صنف بنحبه وطعمه حلو بس، لكن لأنه المعني به بناء الخلايا وترميمها، وخاصة بقى العضلات والرياضيين، وكمان أساسي جدا في تكوين الهرمونات والإنزيمات والأجسام المضادة. وكمان البروتين لو أنا بأكلي فيه بروتين بيقلل تناولي للأكل أو للأكلات اللي فيها سعرات حرارية عالية بنسبة 30%، معناها ان اللي بياكل بروتين كويس وزنه بيقل ما بيزيدش، غير اللي بياكل كربوهيدرات. الحقيقه كمان ان البروتين بيتحلل الى احماض امينيه بيتم امتصاصها في الامعاء. الامتصاص في الامعاء بيحتوي على قدر عالي من الاحماض الامينيه اللي منها احماض امينيه اساسيه لابد نتناول بروتينات حيوانيه لامداد الجسم بيها، لان الجسم غير قادر على تخليقها او انه يقدر يحولها من احماض لاحماض ثانيه. ضروري تناولنا للأحماض الأمينية الأساسية دي من البروتين الحيواني. كمان البروتينات لها قدرة جميلة جدا إنها بتخفض إنتاج هرمون الشعور بالجوع، وبالتالي أنا بتحمل الجوع فترات أطول، وبيزود إنتاج هرمون الشبع. لو أكلت أشعر بالشبع بعد كمية صغيرة من الأكل، والبروتين أهميته كبيرة جدا. دكتور سعيد متولي خبير واستشاري التغذية العامة والصحة، كلام حضرتك بيدي أهمية كبيرة للبروتين في نظامنا الغذائي خصوصا في أوقات الحر الشديد، لكن يا ترى البروتين ممكن نلاقيه في إيه؟ الحقيقة ان البروتينات احنا قلنا انها عبارة عن احماض امينية عند الامتصاص في الامعاء، لكن مهم جدا ما نعقدش الاكلات اللي بتحتوي على البروتين. المسبكات اللي موجود فيها البروتين والتحمير اللي بيضاف ليه البروتين بيصعب وبيعقد عملية هضم وامتصاص انواع البروتين المختلفة دي. لكن المفترض ان البروتين سهل الهضم، موجود في الحليب، مشتقات الالبان بصفة عامة، جبنة وزبادي، البيض خاصة لو مسلوق او مقلي بزيت زيتون، ممكن جدا استخلاص الاحماض الامينيه من اللحوم المفرومه. وهنا التصنيع مع الخضروات رائع جدا، لان الخضروات مع اللحوم بتزود امتصاص البروتين والحديد وغيرها من العناصر المهمه، واللحوم المشويه ايسر هضما من غيرها من الانواع الثانيه، لان اللحوم المشويه مش فقط مشوية، لكن التتبيلة أو تم تتبيلها بتتشبع بكمية المية وبتحسن الأروما والطعم، لكن كمية المية اللي موجودة داخل أنسجة اللحوم بعد التتبيل بتساعد على الهضم الجيد وتحسين الطعم بصورة جيدة جدا، وبالتالي بتعدل أو تضبط مزاجنا وتعلي الاستفادة من الأكلات اللي احنا تعودنا عليها وبنحبها.
كمان البروتينات اللي موجودة في النباتات، العدس والفول والحمص والمكسرات اللي ممكن نضيفها لبعض السلطة، كل الحاجات الجميلة، وكمان الحبوب الكاملة مع الألبان البليلة وما شابهها بترفع معدل استفادة الجسم من البروتينات دي، وبتضبط أداء الجسم وحرقه لما نأكله. كل الكلام ده مهم جدا. والخضروات الورقية وأنواع الفاكهة فيها كم من البروتين مش عالي صحيح، لكن مهم جدا للتناغم في أداء الوظائف الحيوية داخل الجسم. مهم جدا ان احنا نقول أهمية البروتين، نقول كمان أهمية إعداد البروتين في البيت كوجبات غير معقدة، غير مضاف لها مسبكات كتير، ما ناكلش معاه قدر عالي من الكربوهيدرات، العيش أو الرز أو المكرونة ممنوع يبقى دهونها عالية، لكن دايما البروتين بيكون نسبته من 20 ل 25% من كم السعرات المطلوبة، والكربوهيدرات بيكون تقريبا من 55 ل 60%. نحافظ على القدر ده والتوليفة الصحية دي للحفاظ على صحتنا. دكتور سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة، في النهاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبتمنى كل الصحة وكل السعادة للمستمعين. شير مع الأباصيل. على موجات الشباب والرياضة شير لكلمات جميلة وآراء جريئة.